بأمارة ايه؟ يعني بأمارة ايه دخل؟ بأمارة ايه خرج؟ هذه الاشياء بتعمل تنوير لدى الناس. فانا عشان كده بقول لك انه المناقشات اللي كانت بتحصل في الزمن الماضي صحفيا تلفزيونيا هي عبارة عن قطع من الجمال، فيها الخيال، فيها الرقة، فيها الذكاء، فيها الحب، فيها ايضا المجتمع المخملي الجميل. يعني انت لما تشوف انه كامل الشناوي حيث كنا نجلس حوله في كازينو الكوبري كان طول الليل يقول بعض افكاره وهي كلها عبارة عن خواطر، فيما بعد جمعها في كتاب اسمه ساعات. اذا انت شايف انه كازينو الجلاء اللي محل شيراتون تحس انه كان عبارة عن نواة. انا كنت بقعد قدام كامل الشناوي زي القط كده اسمعه، وجنبي الواد اللي بيصفر ببقه بليغ حمدي، وجنبي الكلبوز صلاح جاهين. هذه المجموعة من الناس اللي كل واحد فيهم بقى كل واحد خرج إلى الحياة. في ناس بتقبل على هذا النوع من الإعلام أكتر يعني، وبيرفعوا أصحابه إلى هامات الاستفتاءات. الذوق العام الذوق العام تدنى. الذوق العام تدنى. الذوق العام بقى يرى ان كل ما انت شتمت كل ما علي اجرك. ايوه ايوه. انا ملاحظ انك انت في برامجك اخر النهار انت لا تدخل معارك على الاطلاق، واذا دخلت معركة فالمعركة فكرية وليست فيها ابدا شكل من اشكال الخروج عن اللياقة العامة. لأن تضيف على الناس. نعم، ويظل تدخل بيوتهم يعني. لأنك كاتب وأيضا مدرك إيه أهمية ده وعارف خطورة هذه العدسة. ده في حد ذاته بيصنع وجدان. إنما لما تشوف اتنين يتبادلان الشتائم أو اتنين يقولوا لبعض ده احنا دافنينه سوا، ده خبر اسود. الكلام ده لا والمدفون لازم يطلع. يعني اي مدفون لازم يطلع بصراحة يعني طبعا. وتحس انه الخناق خناق كما لو كان يريد ان يزيد شريحة الاعلان، وبالفعل يزيد شريحة الاعلان طبعا. وانا بشوف